السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد ووصفات جديده وان شاء الله تكون مفيده. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو اول مره تشوفي القناه يا ريت تشتركي لي فيها وتحطي لي لايك للفيديو وتعليق حلو منك كده يشجعني ان انا اكمل. نسمي الله كده وندخل على الفيديو. هنعمل فطار مع بعض النهارده وهنعمل حلو. فطار حلو بتاعنا النهارده حلو قوي قوي ان شاء الله باذن الله يعجبكم. وهنعمل فطار بقى مختلف للكل بقى اللي زهق من الاكل بقى السمك والفراخ والكفته والحاجات دي. هنعمل بيتزا بطريقه سهله وبسيطه. بس في الاول كده ندخل على الحلو بتاعنا. انا هعمل معاكم ايه النهارده؟ هعمل كيكه الرواني. كيكه الرواني سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. انا معايا 3 بيضات، معايا كوبايه واحده بس من السكر عشان هسقيها شربات، وجبت كوبايه زبادي وهكمل عليها بلبن. الزبادي حاجه اساسيه جدا جدا يا بنات في كيكه الرواني. بجد بتبقى احلى من ما تعمليها لبن صافي، عشان بتحسي كده انها مختلفه مش زي الكيكه العاديه. الزبادي بيدي طراوه كده للكيكه وبتبقى يعني فاتحه ولونها حلو قوي. جبت كوبايه الا ربع من الزيت حطيتها. ضربت الاول السكر بالبيض بالفانيليا بكوبايه اللبن بالزبادي. وبعد ما ضربتهم حلو جدا وعرفت بقى ان خلاص ان السكر داب. حطيت بقى التلات ارباع كوبايه من الزيت ضربتهم في الاخر ونزلت بيهم بقى بطبق. وجبت كوبايه من الدقيق، كوبايه ونص كده من الدقيق. حطيتهم وحطيت كيس البيكنج باودر. انا حطيت الكوبايه الاولانيه وحطيت كيس البيكنج باودر وحطيت النص كوبايه. وبعد كده بدات اقلب. معايا بقى نص كوبايه من جوز الهند ونص كوبايه من سميد البسبوسه. ركزوا بقى معايا في الحته دي. انا بقى بعد ما ضربت الدقيق مع السوائل واحط بقى الجوز الهند. اخر حاجه بحطها هي دقيق السميد. احنا عارفين ان دقيق السميد ما بيتقلبش كتير، لان لو اتقلب كتير بيقفش كده وبتحس كده ان ان الحاجه يعني زي ما نكون بنعمل بسبوسه كده بتبوظ بقى كده وبتنشف ومتبقاش حلوه خالص. انا هحط بقى نص كوبايه. انا عملت المره دي بكوبايه الشاي العاديه. اي كوبايه عندك هتعايري بيها السكر، هتعايري بيها اللبن، هتعايري بيها الزيت، هي اللي تعايري بيها الدقيق، هي اللي تعايري بيها كل المكونات اللي احنا شايفينها دي. حطيت معلقه الخل وقلبتها. وحطيت بقى النص كوبايه من السميد البسبوسه وقلبتهم. بس شكرا خلاص انا كده خلصت. تقليبه واحده بس كده وحطيتها. دي البسبوسه يا بنات ما بيتقلبش كتير عشان بيخلي الحاجه تشد، سواء بسبوسه سواء الكيكه ديت. لا انا عايزه الحاجه تفضل طريه كده وحلوه معايا زي ما انتم شايفينها كده. بس كده. والسميد البسبوسه اللي انا حطاه سميد بسبوسه اللي هو بتاع دوبيلا ده، ما عليهوش اي اضافات، مش البسبوسه الجاهزه ولا حاجه. دي سمية البسبوسة السادة خالص اللي بنعمل بيه البسبوسة السادة العادية. بس كده خبطت بقى عليها كام تخبيطة كده. طلعت بقى اللهم صل على النبي. طلعت الهوا منها. وبدأت بقى ان انا دخلت بقى استوت. كان عندي بقى شربات. يعني انا ما بحبش اسقيها شربات كتير قوي، ما تبقيش ماسكه الخرطه كده تحسي انها بتشر شربات، لا. يعني انا حطيت نص الكوبايه اللي انتوا شايفينها دي. انا بعمل الشربات معيار الشربات بتاعي كوبايه ونص من السكر، عليها كوبايه ونص من الميه، عصره الليمون، وبحط قشره الليمونه في قلبها عشان خاطر ما يسكرش. وبسيبه بقى لما يستوي. هو الشربات بتاعي ده له تقيل وله خفيف، مش خفيف زي بتاع البسبوسه ومش تقيل زي بتاع الكنافه، شربات وسط كده. بس كده سقيتها شربات وسبتها بقى تستريح تهدى كده. وفي الاخر بقى الفيديو ان شاء الله هتشوفوها بقى معايا مع بعض الفطار بقى. يعني عملت شاي بقى وكلام من ده. هو ده كان يوم الجمعة، كان الكل بقى قاعد في البيت وكده. فعملت لهم بقى اتبسطوا جدا 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 من الاكل بصراحه. يعني حسوا بتغيير. البيتزا من الحاجات اللي الكبير والصغير بيحبها. انا جبت معايا حوالي عن 3 ارباع كوبايه كده 3 ارباع كيلو اقصد من الدقيق. دولت بالظبط كانوا حوالي 5 كوبايات ونص. 5 كوبايات ونص كده من الدقيق. حطيت عليهم معلقتين من اللبن البودره. هحط عليهم معلقه صغيره من الملح. وهضرب وهقلب الكلام ده كله في بعضه. وبعد
وبعدين كنت انا بقى مجهزه الخميره بتاعتي زي ما انتم متعودين معايا. جبت كيس من الخميره وربع كوبايه من الميه الدافيه، حطيت عليهم معلقه ونص من السكر وسبتهم يختمروا كده على جنب. لما اختمروا بقى واتاكدت من تفاعل الخميره بتاعتي وان الخميره بتاعتي حلوه وكويسه، حطيتها بقى على الدقيق وهبدا اعجن بالميه. انا حطيت لبن بودره وحطيت رشه الملح بس كده. دي عجينه البيتزا البسيطه خالص اللي مفيش فيها اي حاجه. بس ما عندكيش لبن بودره ممكن تحطي كوبايه زبادي. في نفس بقى الطبق اللي كان فيه الخميره ده، كنت انا بقى مدفيه ميه على البوتاجاز. خدت بقى شويه ميه كده دافيه مش سخنه خالص عشان خاطر ما تبوظش الخميره، وتيجي تبصي تلاقي العجينه بتاعتك ما علتش وما خمرتش. مش ميه مغليه، مش ميه سخنه، يا دوبك بس تدفى انها تطير بس السقعيه بتاعتها. بس كده، كل سنه وانتم طيبين، ربنا ينعاد عليكم الايام بخير. طمنيني بقى عليكم، عملتوا بقى كحك وبسكوت وحاجات زي كده ولا لسه؟ انا طبعا لسه ما نزلتش اي حاجه من نواعم العيد. وولادي بقى عمالين يزنوا عليا بقى، عايزين يا ماما حاجات من بتاعه العيد ومش عارفه ايه. بس انا يعني الله المستعان. جيت بقى على الاخر بعد ما العجينه خلاص بدات بقى تتعجن. معلش انا مش عارفه انا بدات ليه. تتعجن، فقمت بقى حاطه عليها بس معلقه ونص كده من زيت الزيتون. انا ساعات ما بحطش فيها بصراحه اي ماده دهنيه، بس زيت الزيتون بيخلي ريحه العجينه بتاعتي مختلفه، مش زي ريحه العيش العاديه. بس كده بدات بقى ان انا خلاص كده العجينه بتاعتي لفت. خدمتها بقى حلو، بقيت افصل بقى العجان اريحه شويه واروح اعمل حاجه مثلا، وارجع تاني واشغل عليها تاني. لان انا بصراحه بخاف على العجان بتاعي قوي 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 يعني. ممكن اكون قلت الكلام ده قبل كده، بس بجد انا بحب احافظ على الحاجه ما بتجيش بالسهل خالص خالص خالص. فبريحه بقى شويه وارجع اعجن تاني واريحه شويه. منها بريح العجان، ومنها بقى ان انا بنشط الخميره كده في العجينه بتاعتي. ولما بتتعجن اكتر من مره كده بتتخدم حلو، اخدمي العجينه حلو، هتديكي يعني عجينة سهلة. وهتريحك بقى في الآخر لما تيجي بقى تبططيها أو تشكليها أو كده، تيجي تبصي تلاقيها بقى مريحة وسهلة وبسيطة خالص وجميلة يعني بجد. وكل ما تختمر حلو وكل ما مش هتتعبك وانت بتفرديها. بس كده. قبل بقى ما اشيل العجان بتاعي مسحته، لانه كان طرطش عليه بقى شويه ميه شويه دقيق شويه حاجه. قبل ما اوديه مكانه لازم اكون مسحاه كده ومنضفاه اول باول. كنت جهزت بقى الحاجه بتاعتي. عندي بقى قطعت فلفل وقطعنا طماطم حتت صغيره، وبدات بقى اشكل العجينه بتاعتي. التلات ارباع كيلو الدقيق ده عمل لي 3 بيتزات كبار، يعني صينيتين كبار. وعملت بقى صينيه اللي هي المستطيله عشان هقطعها مربعات زي الميني بيتزا، بدل ما امسك بقى القطعه واقعد اعملها قطع صغيره، او مثلا افردها واقعد اقطع بالقطعه دواير دواير كده، وارجع الم العجينه واسيبها تخمر تاني والكلام من ده. لا، فردتها في الصينيه المستطيله، اكبر صينيه عندي، وقطعناها بقى مربعات. ادتني زي الميني بيتزا اللي بتتباع في الافران. عايزه اقول لكم يعني طريقه سهله وبسيطه، ولو عندك صاج يبقى احسن واحسن. بس للاسف انا ما عنديش صاج حلو. يعني الصاج اللي عندي كان عندي صاج كده ولقيته صدى كده، مش بحب استعمله بصراحه في السجان وكده، مش يعني ما بستعملوش. انا سايباه بس عندي كده. ببقى لما عامله طواجن مثلا ولا حاجه، بحط عليه الطاجن عشان اعرف اشد الطاجن وارجعه تاني لو انا عايزه اشوفه او ابص استوى او ما استواش او كده. دي يعني معلومه كده على الماشي. بدات بقى أبقى افرد اشكل بقى العجينه بتاعتي. انا عملتها قطعتها ثلاث قطع زي ما انتم شفتوا، وسبتهم برضو يستريحوا شويه. ما فردتهاش على طول، لان لو فردتها على طول هتعذبني في الفرد. بس لما استريحت بقت سهله وبسيطه، لان عجينتي خمرانه حلو. انا بحب افرد دايما عجينه البيتزا بره وبعدين احطها في الصينيه. انا بشوف ناس بيحطوا العجينه في قلب الصينيه ويبططوها، لا انا بحب سمك البيتزا بتاعتي تكون رقيقه، وبفردها بره الاول وبعدين احطها في قلب الصينيه. يعني حابين الطريقه ديت جربوها ان شاء الله تعجبكم. مش حابينها عادي، ممكن تحطي العجينه بتاعتك في الصينيه وتفرديها فرده واحده وخلاص. المهم ان انا بدات بقى جبت بقى معلقتين 3 كده من الكاتشب، حطيت عليهم معلقه صغيره كده من الزعتر الناشف العادي اللي بيتباع عند اي عطار. مسحت بس اديت فرشه كده على العجينه نفسها عشان تبقى طعم العجينه حلو، ما تبقاش العجينه مسخه كده. لا، لما تحطي بقى، انا ببقى ساعات احط صلصه من العاديه على كاتشب، الاتنين على بعض. بس في اليوم ده ما كانش عندي صلصه،
يعني اسهل صلصه بيتزا ممكن تعمليها بالطريقه اللي انا بقولك عليها دي. لو جبتي بقى صلصه حطي عليها معلقه زيت، معلقه فلفل اسود، معلقه توم بودره، معلقه بصل بودره، ومعاهم معلقتين الكاتشب دول. عايزه اقول لكم احلى بجد صلصه بيتزا واسرع صلصه بيتزا ممكن تعملوها، بدل اللي بتتسوى على بالثوم والحاجات على البوتاجاز. جبت بقى اللي حطيت عليها بقى جبنه رومي من تحت، وحطيت بقى جبنه الفلفل والزيتون والحاجات دي. الجبنه الموتزاريلا كانت لسه جامده قوي، فانا سبتها تفك على ما انا بقى اشكل بقيه الصينيتين التانيين. كانت بدات يعني تفك. اللي فك ده حطيته كده، بس بعد كده زودت بقى، يعني بعد كده زودت. وبتبقى حلوه قوي لو دخلتوها تستوى كده وهي نص سوي، تطلعوها تحطوا الجبنه الموتزاريلا وتدخلوها تاني، تبقى احلى برضو واحلى. زي ما انتم شايفين انا شكلت بقى الثلاث صواني زي ما انتم شفتوا كده، وبوريكم ان انا عملت بقى اللي هي اللي في الصينيه المستطيله دي عشان اطلعها وتطلع كده إيه مربعات بس كده اهو. وهتشوفوا طبعا الفطار بتاعنا في الاخر ان شاء الله. إيه انا بقى ادخلها على الفرن، فرن سخن جدا مسخناه من قبل كده. إيه وتستوى بقى معايا، وبعد كده في الاخر بشغل الشوايه تسيح بس الجبنه اللي على الوش وخلاص. اهو زي ما انتم شايفين يعني. بصوا انا ولادي كانوا مبسوطين جدا جدا من الاكل ده، يعني تغيير بقى كده. كل سنة وانتم طيبين، احنا بدأنا في آخر رمضان بقى، فبدأوا يزهقوا يعني فاهمين. بس كده اللون ذهبي كده من تحت وحلو جدا ومستوية، والجبنة بتاعتي مستورة من فوق. وكنت عملت بقى تمر بلبن كده في اليوم ده، وحلوة جدا جدا. وأكل ويا ريت بقى تجربوا البيتزا بتاعتي بالطريقة السهلة البسيطة دي، وترجعوا تقولي بقى في التعليقات إيه عجبتكم ولا ايه. وحمرنا بقى بطاطس في اليوم ده برضو جنبيها وبس كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشوف الكيكة بتاعتنا بقى كانت هدت بقى، وبدأت بقى أقطعها كده بعد ما فطرنا بقى وخلصنا. عملنا بقى صينية شاي كده حلوة، وشايفين الكيكة بتاعتي حلوة جدا جدا. وفاتحة من جوه وشاربة شربتها، وحلوة جدا جدا جدا. وده كده الفيديو بتاعنا النهاردة يا بنات، فطرنا والحلو بتاعنا. يا رب إن شاء الله يعجبكم، ولو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي كتير في التعليقات، وحطوا لي بقى لايك للفيديو وتعليق حلو منك كده يشجعني ان انا اكمل. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.